برحب فيكم من جديد. ضيفتي نجمة مسلسل عمارة يعقوبيان والمصروية والمال والبنون وهوانم جاردن سيتي ومع سبق الإصرار، حكاية حياة، كلام على ورق وغيرها الكثير والكثير والكثير من الأعمال. مسيرة فنية لمعت بسماها كنجمة بتسعينيات القرن الماضي وما زالت بتتألق بملامحها الجميلة وأدوارها اللافتة. عم بحكي مشاهدينا عن ضيفتي لليوم الفنانة المصرية روجينا. أهلا وسهلا فيك روجينا. أهلا بيك. بينطبق عليك المثل كل ما تكبر تحلى. شو سر هالجمال الدائم؟ طبعا يعني حتى مع كل ادوارك شو ما طبعا عملتي؟ ميرسي يا فاتن على الكلام الحلو ده جدا. وانت عارفه اي ست بيسعدها قوي ان انت تقولي لها انت كل ما بتكبري بتحلوي. عم غني لك انا يا حبيبتي. ما اعرفش يعني كده سايباها على ربنا. في حميه معينه بتتبعيها؟ بتعملي رياضه؟ بتحافظي على البشره كريم؟ يعني هدول التفاصيل العالم بتحب تعرفها. طبعا بعمل كل ده وداخله لان عندي تصوير بقى، بدانا موسم رمضان فبقى لي فتره عامله رجيم جامد وماسكه نفسي ومنع الحلويات. بهتم جدا بشرب الميه لان بحس ان الميه دي مهمه قوي قوي للبشره وبحس انها كمان يعني بتخليني ما اجوعش باستمرار. واشرف شوي مريحك يمكن، صح؟ واشرف مريحني. اشرف مش اكول. فمانك مضطره تعملي اكل. انا البنات بس هي اللي بتضطرني اعمل اكل. الله يخلي لك اياه هون، وتحيه اكيد لاشرف اشتقنا له كمان. روجينا، هيدا الموسم عامر، يعني السنه الماضيه طلعتي بمسلسل، السنه عامرانه معك. اول شيء كيف ملحقه؟ الحمد لله. الحمد لله. دقوا على الخشب. خبرينا 3 اعمال لهلا يمكن يبقوا في 4. يعني يا رب. هو كان في 4 بس انت اعتذرتي، صح؟ لا، وكان في كتير السنه دي الحمد لله. طيب شو اللي خلاكي تفوتي ب3 اعمال بوقت السنه الماضيه كنت هيك متالقه بعمل واحد؟ ما بيتشتت الفنان بهيك حاله؟ لا خالص. انا طول في اكتر من سنه كان عندي، يعني انت بتقولي عماره يعقوبيان، كان عندي وقتها كنت بعمل 3 مسلسلات في نفس الوقت ده مع عماره يعقوبيان، وخدت جايزه عن عماره يعقوبيان. انت ساعات يجيلك ادوار حلوه ما تقدريش تقولي عليها لا، ما تقدريش تحرمي نفسك ان انت تلعبيها، وساعات يجيلك ورق ما فيهوش حاجه حلوه غير حاجه واحده. يعني ساعات تكون منشفه ما في وساعات ما فيش خالص. فالسنه دي الحمد لله انا بقول انه من احلى السنين عليا، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. اتعرض عليا حاجات كتير قوي، اخترت منهم ال3 دول. خلينا نبلش. حالة عشق مع مي عز الدين. دورك شو بهالمسلسل؟ بدي احكي عن اختلاف الادوار بالثلاثه كمان. دوري فيه شخصيه مركبه. مش عايزه احرق المسلسل. هي انا بعرف انه شوي على رومانسيه رايحه. هي رومانسيه وبتحب وبتتخطب تاني مره، مش اول مره، وبتتجوز تاني مره. انما هي عندها مشكله وعقده في حياتها بسبب ابوها. مش هقدر اتكلم اكتر من كده في الشخصيه، فدي اللي عامله لها مشاكل الدنيا والاخره. نعم. وبعد البدايه طارق لطفي، ببارك له على الهوا واقول له الف مبروك على اول بطوله مطلقه ليك يا طارق، وانت تستحق اكتر. شو حلو عن جد. عن جد بيستحق. وبعمل دور دكتوره مرات طارق وام ابنه، وبينفصلوا بيحصل له ازمات كتير، وفي النهايه ما بيقدرش يامن لحد على نفسه غيرها اللي هي طليقته. ودور برضو هو المسلسل كله صعب قوي. ترتاحي بتشتغلي امام طارق قوي؟ بحس انا صح قوي في بيني وبين طارق في كيمستري حلوه جدا، كيمياء حلوه بيني وبينه. يعني بحس ان التمثيل كده عارفه خد وهات، وهو بيبقى سعيد لما انا اعمل مشهد حلو، وانا ببقى مبسوطه وهو بيعمل مشهد حلو. ما عندناش ساعات في تشتغلي مع زمايل يبقوا متضايقين منك ان انت بتعملي شغل حلو معاهم، انما لا طارق لا، الناس الجميله. حلو. وعمل بطوله كمان لإلك هالسنه بين السرايات. طب اذا عندك عمل بطوله، شو اللي بخليكي تروحي باعمال يمكن منك البطله الوحيده فيهم؟ لا وبين السرايات بقى يعني بصي، انت البطله النسائيه الاقوى فيهم. يعني مرات باسم السمره. بس هو مسلسل مختلف خالص لانه حاره، وبعمل دور مرات صاحب مكتبه كبيره بس في الحاره، يعني شيك بس في حاره، ورومانسيه وحبوبه. شيك شعبي يعني. شيك شعبي طبعا. بس مش شيك يعني بالعبايات والحاجات. فانا السنه دي عندي شكل مختلف خالص في بين السرايات. طله مختلفه مع باسم واحمد عبد الله وسامح عبد العزيز. فانا سعيده جدا 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 ان انا بشتغل معاهم تاني بعد الفرح، لانه الفرح كانت تجربه مهمه. هيكون نفس اجواء الفرح بالظبط.
وكباريه وهالمسلسلات، بالظبط صحيح؟ نفس الحاله كده. شو حلو. الحاله الشعبيه الحلوه دي اللي فيها حميميه واحاسيس حلوه. كل هالمسلسلات حتكون برمضان 2015 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طب انا اريد انه في الوان الطيف كمان كان مفروض 60 حلقه واسمك موجود بالمسلسل ولكن منك فيه. لا اعتذرت الحقيقه. شو السبب؟ ما حسيتش ان انا حابه اعمل مسلسل 60 حلقه، يعني حسيت انه كتير مع انه قوي. تجربه جديده لإلك. طبعا تجربه جديده، وكان مسلسل كمان مختلف لانه كان 5 بنات، بطوله 5 بنات. فانا بس اللي قلقني ان انا كنت مش هقدر انسق، لان هم كمان لازم يعرضوا قبل رمضان ويعرضوا في رمضان، فده كان بالنسبه لي هيبقى صعب قوي. نعم، بس منك بينك وبين حالك متحمسه على فكره هدول المسلسلات اللي هلا عم نشهدها كثير. اول شيء عم بتكون خليط، وثاني شيء عم بتكون طويله، يعني مش انه 30 حلقه 60 و90 و120. متحمسه لهالمواضيع ولا بتحسي متعب للفنان؟ بحس انه متعب كتير قوي ان انا اعمل شخصيه وتبقى الشخصيه كتير قوي كده. بس هقول لك على حاجه، لما بيبقى ورق حلو قوي قوي في 60 حلقه انت بتبقي مستوعبه وحابه تتفرجي، لما بتبقى القصه حلوه. برايك 60 حلقه بينعملوا 30 بكل سهوله، صح؟ جدا جدا. وال120 بينعملوا 30 بسهوله جدا. 30 يعني بتوافقين الراي؟ طبعا. طيب كل التوفيق اكيد ب 2015. انا من متتبعينك وناطرتك اكيد، ولكن بدي ارجع لسنه الماضي وكلام على ورق ودورك فيه. بسهوله وافقتي على الدور؟ يعني روجينا تعودنا عليك 3 سنين الاخيره اوكي، طلعتي من جلدك، عملتي شخصيات كثير فيها اثاره للجدل، كل شخصيه احلى من الثانيه وكل شخصيه مركبه عليك بطريقه معينه، ولكن سنه الماضي بائعه هوا. يعني ما بعرف قد ايه كان في صعوبه تقبلي هيدا الدور كروجينا؟ لا انا يا فاتن مع محمد سامي ما بعرفش اقول لا. لما جه يكلمني في شخصيه زي دي فبدات ابرق له، فقلت له لا انت شايفني مختلفه بس مش مختلفه للدرجه دي يا محمد. قال لي هو انت ليه بصلها من منظور وحش؟ هو انت ليه عايزه تشوفيها من حته وحشه؟ ليه ما يبقاش عندها مشاكلها؟ ليه ما يبقاش عندها معاناتها؟ عم بيبرر لي، يعني بيبرر لي عشان انا وافق طبعا. وانا في النهايه ما اقدرش اقول لمحمد سامي لا، لانه انت بتخشي تجربه جديده، تجربه مختلفه عليكي كممثله. انا بيحصل لي حاله ان انا هعرف اعمل الشخصيه دي ولا لا؟ ده اللي بيبقى حاصل لي بقى، حاله تحدي. شخصيه جديده غريبه عليا، جديده. هي ست فكه كده ولسانها طويل قوي قوي. قوي قوي. يعني بس في وقت من الاوقات كانت بتصعب عليا الصواب. قد ايه كنت هال3 سنين اللي مرقت، يعني اذا مع سبق الاصرار، حكايه حياه، وايضا كلام على الورق، قد ايه حسيتي روجينا انت عملتي اشياء بهال3 سنين ما عملتيها قبل؟ يعني انه قد ايه لك عم بتمثلي وقد ايه لك بالوسط، هال3 سنين طلع منك اشياء يمكن ما حدا كان موقعها كممثله وقدرات ممثله. ده حقيقي. لما يبقى مخرج مؤمن ان انت عندك تقدري تعملي ده. ساعات مخرجين يقولوا لا ما نبعتش روجينا في دور زي ده، مش هتقبل، مش هتعرف تعمله، مش ستايلها، مش سكتها. انما مخرج دايما عايز يشوفك مختلفه. يعني حتى احنا كنا نقعد نقول ايه، احنا بنشتغل مع بعض ل3 سنة، احنا عندنا ايه؟ يعني انا عندي ايه اقدمه لمحمد؟ سالت محمد سامي شو شاف فيكي من وقت مع سبق الاصرار؟ شو شاف فيكي شيء غير الممثلات الثانيات لا يطلع منك هالقد؟ سالتيه هذا السؤال؟ لا هقول لك الاقوى. اوكي. دايما اقول لمحمد انا بحس ان انت واثق فيا اكتر، يقول لي انا واثق فيكي اكتر ما انت واثقه في نفسك، لان انا عارف انت عندك ايه، انت عندك طاقات كتيره انت مش عارفاها. فهو شايفني اعرف العب ادوار كتيره جدا وادوار مختلفه عني وعن شخصيتي الحقيقيه وعن الشخصيات اللي انا عملتها. فانا ببقى سعيده وانا بشتغل معاه لانه المخرج واثق فيكي وشايفني دايما انا عندي جديد، فده ممتع. إن بس اذا هو شايف انت عندك جديد وانت ما شايفه هيدا الشيء، كيف توصلوا لمحل تلتقوا فيه؟ انا يعني انت كنت عم تتفاجئي، انا بعرف انه انت كنت تتفاجئي شو عم تعملي جدا. انا لسه واحنا بنتفرج دلوقتي قلت لك انا مش مصدقه ان انا دي، انما انا دايما عندي خوف، عندي فوبيا، عندي رعب ان انا هعرف اعمل الشخصيه دي ولا لا. ودايما الخوف ده بيخليني افضل، انا عارفه كده، لانه بيخليني دايما. بتحسي روجينا تاخرتي لتاخدي دورك الصح على الساحه الفنيه واجا محمد سامي وحطك بالمكان اللي انت كان لازم تنحطي فيه من قبل؟ يعني عندك هيدا الشعور، هيدا التحدي مع القهر؟ ممكن. ده كان جدا في سبق الاصرار. يعني انا في سبق الاصرار ده كان عندي حاله وانا بشتغل اكون او لا اكون.
انا عايزه اكون كويسه قوي قوي، عايزه اقدم شخصيه وربنا اكرمني. ايمن سلامه كمان كان كاتب شخصيه مختلفه عني خالص. فهي كانت خوفي انا بقى يا فاتن في ايه؟ في ان انا هعرف اعمل الشخصيه دي والناس هتقول روجينا مختلفه ولا مش هتصدقني، لانه شخصيه جديده عليا. هو اصعب شيء انا بعتقد بوسط تبعكم انه المنتجين والمخرجين بيحصروكم انتم بكادر معين، وتعوا نعون تخرجوا من هيدا الكادر. مفيش. محمد لانه مختلف، محمد لانه جديد، دماغه جديده. طيب عم نحكي عن محمد واختلافه. السنه بعد 3 سنين بيك يعني ورا كاميرا محمد سامي، اليوم 3 اعمال مخرجين مختلفين. قد وعن جد بليز كوني صريحه، قد حاسه بفرق؟ قد حاسه باختلاف؟ قد حاسه انه وينك محمد سامي؟ سؤال ذكي يا وبدي صراحه جدا. 3 مخرجين السنه مش مخرج. بصي هقول لك على حاجه، بلا شك انا كان عندي رعب وخوف وانا مش مع محمد السنه دي. مش عشان 3 مسلسلات، عشان انا هختار ايه يا فاتن. لانه انا الحمد لله اللهم لك الف حمد بنجح 3 سنين معاه. فانا كنت مرعوبه انا هختار ايه اعمله وانا مش مع محمد هبقى كويسه فيه. الحقيقه عندي 3 مخرجين مختلفين اختلاف شديد. سامح عبد العزيز مخرج عظيم وانا اشتغلت معاه قبل كده. عن ابراهيم فخر مخرج ناجح جدا وكسر الدنيا السنه اللي فاتت واثبت في ابن حلال. السنه دي مع طارق لطفي، احمد خالد. انا بقول بقى ان ده مخرج عبقري وده هيعمل نقله في الدراما حقيقي. فانا السنه دي متشتته؟ لا مركزه. هيدا اهم شيء. مركزه جدا 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 وعايزه اكون كويسه جدا جدا جدا. وبسال محمد باستمرار وبكلمه لان محمد قبل ما يبقى مخرجي هو صاحبي. طيب روجينا، زوجك اكيد يعني اشرف زكي ممثل ومخرج مسرحي وايضا ممثل تلفزيوني، وانت كمان بتمثلي. لكم زمان ولكم زمان مجوزين وعندكم عائله كثير حلوه. فكرتوا بمشروع فني سوا؟ يعني وقت تكوني قاعده، انا بعرف انا كل امراه هي وزوجها في احاديث كثير بتكون، انتم الاحاديث الفنيه مفكرين بشي مشروع لثنائي روجينا واشرف؟ مشروع فني؟ لا عمرنا ما فكرنا في مشروع فني، لا خالص. بس السنه اللي فاتت محمد سامي اول مخرج جمعنا مع بعض في مسلسل واحد. انما لا، احنا حواراتنا كلها عن الفن، همومنا كلها فنيه. انما انا نفسي امنيه حياتي، وده اللي انا بنتكلم فيه انا واشرف. انا حلم طبعا ممكن ما يتحققش او مش هيتحقق. نفسي يبقى عندي مسرح ملكي، يعني اخد ارض وابني عليها مسرح واعمل فرقه. ده حلمي من زمان، من ايام ما كنت طالبه في المعهد. وتعلموا مسرح ايضا؟ ونعلم مسرح طبعا، لان اشرف يعني يبقى فيها استاذ الاساتذه. اشرف بيدرس طبعا. اشرف درس لي، كان المعيد بتاعي. فيبقى فيها موضوع ان انت تدرسي في المسرح، ثم اللي بتدرسي لهم دول يطلعوا يشتغلوا على خشبه المسرح. طب وينك اليوم انت من المسرح؟ يعني انا بعرف اشرف مثابر بالمسرح وعنده عشق خاص، ولكن انت اليوم وينك؟ هل قد التي في اخذك؟ هل قد التلفزيون ودراما؟ التلفزيون خدني، والظروف في مصر بقت صعبه على المسرح قوي قوي. يعني انا بقول ان اشرف بطل انه بيعمل مسرح دلوقتي الحقيقه. انما بيبقى محتاج التزام فاتن جدا، وما بتعملي مسرح ما بتقدريش تعملي حاجه جنبه. هو حاله بتفضلي مكرسه حياتك طول النهار عشان هتروحي بالليل المسرح وتشتغلي بقى المسرح، وبعد ما تخلصي بتبقي عايزه لا مسرح. هي حاله صعبه بوجود البديل السهل طبعا. يعني صحيح التلفزيون والسينما. سينما وينك؟ اين انت يا روجينا؟ ما عنديش مشاريع في السينما. ليه؟ شو السبب؟ منك؟ من ما في شيء خرجك؟ محمد سامي عمل سينما وانت بعدك قاعده هون. لا والله بصي، اخر حاجه من السنه اللي فاتت كده اتعرض عليا حاجه في السينما وما كانش حلو، لانه ما بتقبلي اي شيء بالسينما. قررت ما بدك التواجد. قررت لانه بعد الفرح عملت حاجه ما كنتش، يعني كنت عايزه ابقى موجوده في السينما عشان ابقى موجوده، وبعد كده قلت لا لا يا دور كويس قوي قوي وانا هبقى مبسوطه وانا بعمله وعارفه انه هيقدمني خطوه، يا مش لازم السينما. طيب هل قد خايفه على المستقبل والوسط الفني واللي عم بيصير بمصر؟ عم تكونوا هيك اون ذا سيف سايد وبالامان؟ فتحنا مطعم عم نتاجر بالاكل. يعني شو اخذك؟ بتعرفي اسراري منين؟ شو اخذك لتفتحي مطعم واكلات شعبيه وملوخيه وكشري؟
يعني بعيد كل البعد عن روجينا. وانا ولا ليه علاقه اساسا بالموضوع. احنا عم تطبخي بالمطعم؟ لا لا باكل في المطعم بس بطلت اروح طبعا عشان ما اتخنش. احنا مجموعه اصحاب كده واحنا قاعدين مره فكرنا ان احنا نعمل مشروع. فقررنا ان احنا نعمل مطعم، مش كافيه، نعمل مطعم واكل مصري، واكل يبقى اكل مصري حلو قوي قوي. ففكره وربنا وفق وفتحنا المطعم. ماشي حال المطعم الحمد لله. يعني اذا انكسرنا بالتمثيل في مين هروح ناكل هناك. بناتك الاثنين يعني الله يخلي لك اياهم، الوالد والوالده فنانين، قد ايه فيهم منك ومن اشرف فنيا؟ يعني بتشوفي فيهم ممثلين، بتشوفي ممثلات؟ مريم هتبقى ممثله جامده قوي قوي. طب انت واشرف عندكم مشاكل انه اولادكم بناتكم يفوتوا بالوسط الفني؟ لا مايا في معهد سينما. لا انا عادي جدا. ما يعني ما عشتي صعوبه الفن لتعيشي لاولادك؟ عشت صعوبه الفن، بس لما بنتي جت قالت لي مامي انا عايزه اخش معهد سينما وابقى مخرجه، ما قدرتش اقول لها لا لانه ده اختيارها. بس بقيت اعيش معاها دلوقتي معاناتها في الحاله بقى، اللي هو انا هعمل ايه وعايزه اعمل فيلم وعايزه اخرج عارفه الحاله دي اللي هي عندها احلام كتيره قوي قوي واكيد هتتخبط لانه وناطره لكتير اكيد. طبعا. صح طبعا ناطره لكتير طبعا. يعني بعد هالمشوار روجينا اللي فيه طلعات ونزلات، عندي 30 ثانيه، كيف بتلخصي هالمسيره اللي انت فيها؟ هقول لك بصي، طريق بحمد ربنا ان انا اشتغلت المهنه دي، لانه ادتني حاجات كتيره قوي، ادتني حب الناس، ادتني ان انا اقدر احكي عن نفسي للناس كتير بالشخصيات اللي انا بعملها. الحاجات الكتيره اللي حصلت في حياتي انا مش ندمانه عليها وسعيده. بدي اتشكرك روجينا، دايما ضيفه عزيزه، شكرا لك. مشاهدينا فقراتنا الفنيه والمنوعه اكيد مكمله، تابعونا بعد فاصل قصير.